كبيرة مش هتاخدي أكيد شنطة صغنونة. يعني بجد السؤال ده بيكون مهم، هو أنا رايحة آخد شنطة صغيرة في الجامعة أحط فيها إيه؟ يعني إحنا بنتكلم على فكرة إيه، الشنطة المتوسطة أو الكبيرة، فخدي معاكِ الskirt بتاعتِك بتكون بجد حلوة، تكون معاكِ لو المسجد اللي أنتِ رايحاه ما فيهوش skirts، لو الskirts دي أنتِ مش ضامنة النضافة بتاعتها، فأنتِ بيكون معاكِ الskirt بتاعتِك ودي أصلًا صغنونة بتاعة الvoile بجد حلوة أوي. طبعًا بعد ما بتخلّصي بتحطيها في الشنطة بتاعتها دي وخلاص، مش بتاخد معاكِ مكان خالص. لا غنى طبعًا عن المسبحة بتاعتِك عشان في وقت الفراغ كده تقعدي تسبحي وتاخدي ثواب. الصبح طبعًا يعني محاضرات، يعني شمس، حتى لو إحنا داخلين كده إن شاء الله على الخريف وبعد كده الشتا، بس نضارة الشمس الصراحة لا غنى عنها. الwipes برضه بتكون مهمة أوي، خصوصًا الحجم الصغنون ده مش بياخد خالص مكان معاكِ في الشنطة، فلو مثلًا في أي حتة مش نضيفة حواليكِ فتقدري إن أنتِ تنضفيها، لو أكلتِ لو أي حاجة بسيطة عقبال لمّا تروحي التويليت، فبصراحة بتكون منجزة أوي. الكحول برضه بيكون مهم ومنجز جدًا، في أوقات بيكون في travel size أو size بيكون صغير، تقدري برضه إن أنتِ تاخديه معاكِ في الشنطة. بُصّي تعقّمي أي حاجة حواليكِ، تعقّمي إيدِك، برضه بيكون مهم ومنجز. وطبعًا بما إن إحنا بنقعد ساعات طويلة، فالهاند كريم بتاعِك بيكون مهم أوي، والترطيب في الحتّة دي بيكون مهم أوي، فخلّي معاكِ كده travel size بيكون مهم، وإن شاء الله برضه مش هياخد معاكِ مكان في الشنطة. أي بقى body mist معاكِ كده صغير في الشنطة بيدّي كده refreshing أو بيخلّيكِ كده refresh، وفي نفس الوقت بيكون حلو بين المحاضرات، بس أهم حاجة إن أنتِ ما تجيبيش ريحة أو perfume تكون قوية أوي، كده وإحنا بنحط مثلًا إيه، هنا أو هنا بحيث لو حد كده جه سلِّم علينا يكون ريحتنا تكون لطيفة، أو بنحط في المنطقة دي وبرضه بيدّينا كده إحساس بالانتعاش بيكون جميل جدًا. وطبعًا لا غنى عن شنطة الإنقاذ بتاعتنا، ودي اللي أنا كنت كلمتكم عليها في الفيديو اللي فات، فاللي لسه ما شافوش بقى يشوفها، لإن بجد هي فيها شوية حاجات لازم تكون معاكِ، سواء أنتِ بقى في الشغل أو في الجامعة بجد لازم تكون معاكِ. ولازم طبعًا يكون معانا الpads احتياطي سواء أنتِ احتجتيها أو أي حد من زميلاتِك احتاجتها، فيعني بجد بتنقذ كتير أوي. أنا عارفة والله إن ما شاء الله الجيل ده لا يخلو من فكرة الmakeup والfull makeup أنا رايحة الصبح، وبرضه بيبقى عندي نفس السؤال والتساؤل، أنتم بتجيبوا وقت منين الصبح تحطوا كل الmakeup ده؟ بس يعني in case إن حضرتِك لسه محتارة وما لكيش في الmakeup أوي ومحتارة ممكن تحطي إيه في الجامعة، فأحب أقول لِك إن أنتِ بجد ممكن تحطي أي حاجة خفيفة عادي، يعني ممكن تجيبي مثلًا blusher زي ده تحطيه على خدودِك، هتحطي حبة منهم مثلًا على شفايفِك، زي الفل بجد. طبعًا أنتِ كده بتعملي العناية بالبشرة بتاعتِك، فأنتِ لو بجد مهتمية بالبشرة بتاعتِك وهتحطي حاجات خفيفة أوي، خصوصًا إن بجد ما بيكونش في وقت أوي على الصبح، فخلاص كده بتبقى زي الفل، وحاجة simple وحاجة بتكون زي الفل كده الصبح. في حاجات طبعًا كتير ممكن تحطيها تكون natural أوي، ولكن زي ما بيقولوا كده خير الكلام ما قل ودل. طبعًا يوم طويل لازم طبعًا يكون معاكِ حاجة في الجامعة، فمعاكِ بقى بونبوني، معاكِ chocolate، معاكِ البان، عشان لو حسيتِ إن أنتِ بتهبطي كده فحاجة بس كده تفوّقِك. وبس كده، دي كانت أهم الحاجات اللي بناخدها معانا في شنطة الجامعة، لو في أي حاجة بتاخدوها تانية معاكم share كده في الخير. وبس كده، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد يا بناتيت.